من سنة كده شفت كليبات لاتحاد مصارعة بيقدم مصارعة عنيفة فشخ، تكاد تكون مش مصارعة أصلا من كتر العنف. كنت أول مرة أشوفها ومش مستوعبها أصلا ولا متعرف على ستايل الديس ماتش، فحرفيا أبشع كابوس عملته دماغي ما كانش فيه العنف ده كله. فما قدرتش أشوف الكلام ده وأسكت، عملت قناة عشان أتكلم عن الحاجة المثيرة للجدل دي. وحتى بعد ما سجلت الفيديو ده طفيت النور، دخلت السرير أنام، مش عارف أنام، مش عارف. طب خلاص خلاص، بص، أنا مش هنام على أحد الجوانب وأبص في السقف، وهنام بحس عيني تجيب 360 درجة. خلاص خلاص، مش هبص في جنب واحد يحسن برين دامج يطلع لي من الجنب التاني ولا حاجة. عيني جت في النوم اهي. وفي الفيديو الأول كنت بنتقد الاتحاد ده وداخل فيه شمال، فهحاول أنصفه في الفيديو ده وأكلمكم شوية عن تاريخه. بس قبل ما نتكلم عن تاريخ الاتحاد ده خلينا أكلمكم عن مسيرة رئيس الاتحاد وتقريبا أهم مصارع في الاتحاد، جون زانديك. جون زانديك الأيكون، الرئيس مكنة السكة اللي دربه مصارع اسمه لاري شارب، نفسه اللي درب مصارعين كبار زي البيك شو. لعب في اتحاد NWA تحت اسم ذا ايكون، ولعب في اليابان حس الناس اللي واخدينه على هواه في العنف وكده. طبعا من هواياته يعني في وقت فراغه كان بيرمي الرجالة من فوق السطح ومن فوق حاجات عالية، وعنده ماتشات كتير مع اوريجينالز ECW زي نيو جاك وتومي دريمر. والأهم من ده كله إنه عمل اتحاد CZW كومبات زون راسلينج. بدأوا الأول كمدرسة في نيو جيرسي 1998، وجاب مدرب اسمه جون دمر. ومن أوائل المصارعين اللي اتدربوا عنده مصارع اسمه لوبو ونيك جيج وجاستس بين وريك بليد. ومستوى المصارعين دول شجع زندج إن هو يقلب المدرسة للاتحاد. وغير إن هو كان بيقدم مصارعة، يعني مثلا جاستس بين ده كان بطل الاتحاد، ما كانش ليه في ماتشات الديس ماتش، ماتشات كلها كلاسيك وحاجات كده. وده حرفيا أول مصارع CZW أعمل سيرش على اسمه وما يطلعليش العين اللي عليها جرافيك يعني، أو تلاقيه كله دم كده. أنا استغربت أصلا إن في حاجة زي كده في CZW، افتكرت إيه، كله عنف في عنف. وزي ما المصارعة موجودة، زندي كان في دماغه عنف كتير جدا. ومن الاتحادات اللي بتساوي العنف ده طبعا اتحادات اليابان زي بيج جابان برو رسلينج، اللي عمل معاهم تحالف وعملوا ماتشات بينهم، زي ماتش شفته في ريلز الانستجرام. ماتش يعني فوضى والله العظيم، نار وعربيات وبارب واير وحاجات ما تشوفهاش غير في الفيديو جيمز اللي انت مش بتلعبها عشان هي عنيفة. التحالف ده بدأ في سنة 2000 وفي 2001 بسبب ماتش عنيف بين زندج وماتسوناجا اللي عمل لهم مشاكل بدنيا، واستخدام البارب واير والإزاز خلاهم يتبندوا من المدينة اللي هم كانوا فيها وراحوا مدينة تانية اسمها ديلوير. وفي 2001 8 يونيو وقعوا مع قناة تذيع العروض اللي هي في QTV. وبعض العروض اللي بيعملوها كانت في ECW أرينا. مع إن معرفتي بالاتحاد ده ما كانتش أحسن حاجة، كل اللي شفته في الماتشات عنف وإصابات أنهت مسيرة المصارعين. حتى أنا في أول فيديو وصفت الاتحاد ده بأنه هو صيز المصارعة، بس ده كان قبل ما أشوف اتحادات زي IWA ميد ساوث و IWA ديب ساوث حاليا. مش عنف أكتر ما هو عدم اهتمام بصحة المصارعين والمصايب اللي في الاتحاد عموما والإصابات ووجع القلب ده كله. فالCZW ما كانش كله عنف ودم زي الانطباع الأول اللي أنا خدته عنه. زي ما قلت، مصارع زي جاستس بين كان بعيد خالص عن السكة دي أصلا. كيفن أوينز، سامي زين لعبوا في الاتحاد ده. كيفن أوينز كان مفتري مصارعة بس من نوع تاني بقى، يعني حرفيا الحركات بتاعته كانت تجيب أجل المصارع اللي قدامه. يعني أنا مش عارف هل مثلا هو بيلعب مع تأمين على حياة المصارع التاني عشان يفتري كده. في ناس بتقول كيفن أوينز كان المفروض يتسجن
على قلة الأدب اللي في الحركات بتاعته دي. اللي غير نظرتي عن الاتحاد لما بدأت أبطل أتفرج على الهايلايتس بتاعت الهارد كور دي، وبدأت أتفرج على عروض كاملة. اتفاجئت إن هو مش مجرد عنف بس، ده في مصارعة وفي ستوري لاينز وحاجات اللي احنا بنحبها، زي ستوري لاين زندك ضد لوبو لما كانوا بيلعبوا مين اللي هيبقى رئيس الاتحاد. والعداوة دي طولت جدا، وعداوة عنيفة من أعنف العداوات برضو، بس في ستوري لاين واخد بالك. كانوا بيلعبوا على مين هياخد الاتحاد أو هيبقى رئيس الاتحاد في عرض اسمه It's personal this time أو This time is حاجة كده يعني. العرض ده أنا شفته كامل، كان جامد الصراحة. هو موجود على اليوتيوب. أول ماتش فيه كان اتنين شباب صغير كده عنده شغف، كريس كاش وجي كيو. كان في عداوة في الموضوع وعجبني شغف كريس كاش، وتواصلوا مع الجماهير. للأسف مات وهو عنده 23 سنة. وعجبني إن هم عندهم نجومهم برضو، مع دخلة مصارع اسمه نيك ماندو. الجماهير بتغني الأغنية اللي بيدخل عليها دي ومدين لوضعه. لعب ضد مصارع كبير برضو اسمه مسايا. كان ماتش هارد كور برضو بس في الخفيف منه. في نفس العرض نيك جيج ضد جاستس بين، الاتنين اخوات بالمناسبة. وجاستس بين لما مات لقيت برومو لنيك جيج بيقول الاتحاد ده كان مدرسة وبقى اتحاد لما انا واخويا بدأنا نصارع فيه. افتكرته بيقولها اللي هو اخويا وحبيب قلبي، اخويا من اول يوم في المصارعة يا عم. غير ان هما شبه بعض فعلا، لا هما طلعوا فعلا اخوات. والمين ايفنت كان زندك ضد لوب. كان عندهم مصارعة الشقلبة برضو اللي انا شخصيا بحبها. من ابرز الناس اللي كانوا بيقدموه في الاتحاد ده مصارع اسمه راكاس. الراجل ده اسطورة يا جدعان. على حلبة مش احسن حاجة، كان بيقدم الستايل ده بأحسن شكل ممكن. ومن أكتر الناس اللي ساعدت إن الاتحاد ده ما يبقاش عنف وخلاص، وفعلا يقدم مصارعة في الاتحاد ده، وكمان الجماهير كانت بتحبه. من الحاجات اللي بحبها برضو الجيميكس بتاعت المصارعين، اللي بعض الأحيان تحسهم مجرد بيمثلوا نفسهم مش بيقدموا لنا جيميك. واهتمام الاتحاد بالتاك تيم ديفيجن، كان عندهم تاك تيمز جامدة زي الباك سيت بويز والبريسكوز وفريق اسمه بلاك اوت. وانا مكنتش بهزر في الفيديو الاول، هما مش عنصريين ولا حاجة، بس المصارعين السود كانوا يتعدوا على الصوابع حرفيا في الاتحاد ده. لدرجة في فريق بلاك اوت ده كانوا مدخلين ايدي كينغستون معاهم. ايدي كينغستون حرفيا من اكتر 5 مصارعين بيض انا شفتهم في حياتي. ايدي كينغستون ابيض فشخ. وغير البروموهات الجامدة اللي كانت عندهم زي البرومو الأسطوري بتاع زندج. This is Robbie Marino, CZW with Zandig. Oh my god, what the fuck just happened? What do you mean what happened? What are you, blind? Jesus! Jesus! البرومو ده مشهور وعليه ميمز كتير، وطالما ايدي كينغستون عن تيل شبرا بنفسه. You think this is a game? Young Jackson boy. You think we're just gonna play with you? Jackson boy. Come on, where you at? Jackson boy. Where you at? كان بيلعب في الاتحاد ده، فمش محتاج اقول البروموهات كانت عاملة ازاي. July 30th, Philadelphia. John Zandig, you will have to kill me. Cause I am sick and tired of this shit. You will respect me more than you ever respected anyone. Because, John, I respect you more than I ever respected anyone. And all I want is I want that respect back. John Zandig, please look into my eyes. I'm begging you, look into my fucking eyes, John Zandig. I've been through hell and back, brother. وبروموهات البريسكوز في المزرعة بتاعتهم. البروموهات دي يا جدعان كانت ما تتخيلوش بتعلي التستوستيرون قد ايه. Hey, that was a long ass fucking time ago. We had them belts. I don't even, y'all boys probably weren't even in business yet. Greenhorn motherfuckers. Fucking with us, boy. January 7th, it's gonna be time to man up. Shit. Tell them what time it is. That's Jay. right, baby. Tell them what time it Time is. to man up, boys. We Shit. back. The boys Hell is yeah. back. This really intense, dangerous match, man. Because we want to give the fans something that's worthwhile. Nah, I'm just fucking playing. We was up smoking weed. أول عرض ده أشوفه كامل CZW كان عرض اسمه ريسبكت. كان فيه زندج ضد إيان روتون مصارع ECW ورئيس اتحاد IWA، وحملوا شوية مصارعين من IWA برضو
وعملوا لنا مجزرة ماتشات. تاني عرض اشوفه This Time It's Personal ده، والعرضين دول كانوا كافيين جدا ان انا انبهر بالمعلقين بتوع الاتحاد ده. انا مش عارف زندج وقع عليهم ازاي بجد. Oh my God! Somebody better call 911! Mother effing bomb! Mother effing bomb! Here, Ryan's about to pull a superfly on. Oh, we're gonna see if pigs can fly! A mother effing bomb! Bam! We're gonna call 911! مش عارف ازاي برضو مفيش اتحاد تاني يوقع معاهم لو المعلقين لسه شغالين يعني، لان بجد مميزين. وانا زهقت من صوت مايكل كول، زهقت من صوت توني شافاني ولا. بس دي الحاجات اللي بحبها في اتحاد السي زي دبليو، وبحب حاجات كتيرة الصراحة. وما اكدبش عليكو، فكرة ان هي في اوائل الالفينات انا جيك للفكرة دي، واخد بالك، هو متسجل في اوائل الالفينات. الجو والفايب نفسه انا مهووس بيه الصراحة. بس ما ينفعش الفيديو يعدي غير لما اتكلم شوية عن العنف برضو اللي بيقدموه، لأن ده معظم الاتحاد حرفيا. أكبر عرض في الاتحاد العرض اللي بيعمله كل سنة Tournament of Death TOD، كان بياخد العنف في حتة تانية خالص. أعنف حاجة شفتها على النت بشكل قانوني بعيد عن التليجرام. نظام Tournament of Death ده بقى بيجيبوا بتاع 8 مصارعين في أغلب الأوقات، بيلعبوا ربع نهائي نص نهائي ونهائي. كل الماتشات طبعا مش ماتشات عادية، ده ديس ماتش، يعني الرجالة بيموتوا بعض. مش عايز أقول إن حرفيا من أبرز الماتشات برضو حاجة اسمها فانز برينج ذا ويبنز، يعني الرجالة الجماهير تجيب أسلحة معاهم، قالك بورد فيه أقلام، مضرب عليه سامتاكس، حاجات كده يعني. واخد بالك، هما الجماهير تحسهم أمرض من المصارعين نفسه. والمصارعين أي نعم بيرتجلوا أكتر من مصارعين الاتحادات الكبيرة، بيشوفوا الحاجات اللي الجماهير جايبينها دي ويحددوا ماشي أنا هستعمل السلاح ده، لأ أنا مقدرش استعمله، أنا مش مجنون، أو أنا مجنون بس مش للدرجة. والرجالة ما كانوش بيتفاهموا. المصارعة دي عدت مرحلة مصارعة الهارد كور، حتى زندج نفسه سماها مصارعة الالترا فايلنت او الالترا فايلنس، العنف المطلق. كل ما تقول خلاص ده حدهم في العنف يصدموك بحاجة أبشع. ومن متابعتي لاتحادات الديس ماتش أقدر أقول إن سي زي دبليو تقريبا كان أعنف اتحاد بجد. أنا مكسوف وأنا بقول كده، لأن كل مصارعين تورنمنت اوف ديس كانوا بيموتوا بعض حرفيا، بس أكتر 3 كانوا شايلين التورنمنت ده هما زانديك ومصارع اسمه وايف بيتر جه الاتحاد مع الباكسيد بويز، وبعدها نيك ماندو أو لقبه سيك نيك ماندو، اللي كان بيحب المصارعة بيتفرج على الاي سي دبليو، وجاب بوستر للاي سي دبليو كان تحت بقى حاجات زي اعلانات للانديز. فلا الاتحاد السي زي دبليو وعرف عنهم اكتر، وشاف ان هو يقدر يعمل الحاجات اللي كانوا بيعملوها دي. ال3 دول من اساطير الاتحاد، قالوا لك نبيها زجاجة وملعنة والدين، ما عندهمش تفاهم. شايفين الاي سي دبليو دول، شايفين الرجالة اللي كانوا بيتصابوا من الحاجات الخطيرة، قالك هنخلي الاي سي دبليو تبان ان هي مصارعة كلاسيك. احنا بص، احنا مش شايفين قدام، هيموتوا نفسهم في العرض ده في تورنمنت اوف ديس. فانا مش مستغرب ان حرفيا نيك ماندو ووايف بيتر الاتنين مسيرتهم كلها على بعضها مكملتش 5 سنين، اعتزلوا وهم شباب صغير مقارنة بباقي المصارعين او المصارع الطبيعي من العنف اللي كانوا بيعملوه. وهم دلوقتي حتى من مصارعين كانوا بيصارعوا في الألفينات هم مش كبار قوي. نيك ماندو عنده 46 سنة، وايف بيتر عنده 52 سنة، زندج عنده 55 سنة. والغريبة ان هو اخر واحد يعتزل فيهم. زندج هادي على نفسه، اظن ان هو ما بقاش فول تايمر من وقتها، بس برضه ما اعتزلش. والاغرب من ده كله ان زندج بيطلع في عروض الجي سي دبليو جيم تشينجر راسلينج، اكبر اتحاد انديز حاليا،
بيطلع مثلا يعمل حركتين يدي كلوز لاين ولا حاجة. بس انت متخيل واحد كان بيعمل العنف ده كله، الحمد لله ان هو ما ماتش اصلا، لسه بنشوفه في الحلبة، فحاجة جميلة يعني. على قد ما انا اكره ان انا اقول كده، لان العنف اللي كانوا بيقدموه في الماتشات دي جسم البني ادم الطبيعي ما يستحملهوش، بس بجد زندك تحس جسمه متعود على الحاجات دي. فبجد راجل صعب صعب يعني. مش هقدر اغطي عروض تيو دي كلها طبعا، لان ده فيه 22 من الشيء ده. انت متخيل 22 عرض في كل سنة؟ رجالة يتجمعوا جماهير تشوفهم وهم بيقطعوا في بعض. الشيء ده ليه جماهير يعني. وبما اني مش هقدر اتكلم عليهم كلهم، فهقول لكم اعنف تي او ديز انا شفتها. مبدئيا واحد واتنين معانا، اللي زندج ووايف بيتر سيكنيك ماندو كانوا بيموتوا بعض فيهم. تي او دي 8 اللي نجج حرفيا كان هيموت فيه، او حرفيا قالوا ان هو مات لمدة مش عارف 8 دقايق ولا حاجة كده، والهليكوبتر جت خدته. بسبب ايه بقى؟ سامتاك جاك اللي كسب التورنمنت او الجايزة راحت له، بما ان نجج خلاص اتكل على الله بالهليكوبتر. زق نجج على لايت تيوب، اللمبة الطويلة دي، واتكسر منها حتة، فبقت زي سكينة غزت في باط نجيج وجابت وريد بدأ ينزف بجنون. وعشان أقول لكم المصارعين دول مستحيل يكونوا طبيعيين، كان عايز يحط فوطة ويربطها بلزق ويكمل الماتش، بس قالوا له لأ وجابوا له الهليكوبتر. والنهائي باظ بين سامتاك جاك ونجيج، وكان في تدخلات كتير وعك كده، حتى جابوا جون موكسلي اللي حرفيا راسه اتنشرت في أول التورنمنت. أيوة هو ده نفس التورنمنت، كان عنيف فشخ. والراجل كان خلاص بقى خلع البنطلون الجينز ولابس شورت، الراجل عايز يهوي على بس في الآخر ادوها لسامتاك جاك. في 2009 بقى حصل قرار غير مصير اتحاد السي زي دبليو. زندك باع الاتحاد وتنازل عن رئاسة الاتحاد لمصارع اسمه جي جي هايد. بيقول إن زندك كان بيحبه وما اتضايقش لما باعله الاتحاد، قال له فين فلوسي ونطر قبل كاش على طول. وزندج ما عندوش مشكلة مع الاتحاد، رجع وصارع فيه وعمل ستوري لاينز وحاجات كده. وانا هاخد الاتحاد من جي جي هايد تاني، بس كلها كانت ستوري لاينز يعني. بس كان تعب نفسيا من رئاسة الاتحاد، مجهود كبير الصراحة نفسيا وجسديا انه يصارع ويعمل شغل المكتب والحاجات دي كلها. He's older, he's got a lot of kids, he's got a real job, and he kind of just mentally, I think he wasn't there. اللي شفت دي جي هايد بيعملها حاليا في وثائقي قناة فايس، قناة مشهورة، جايب لك من أول يوم اللي بيحصل وايه التحديات اللي بيواجهها دي جي هايد. وبجد طلع عينه عشان يحافظ على اتحاد السي زي دبليو لحد يومنا ده يعني. من غيره كان الاتحاد هينتهي زي اي سي دبليو وزي اي دبليو اي ميد ساوث. دي جي هايد لما جه قلل العنف وزود المصارعة، وعلى كلامه ان هو طلع لنا مصارعين كبار زي ادم كول وسويرف ستريكلند ولستة كبيرة من المصارعين اللي بنشوفهم حاليا في ال AEW. Where do you think he saw AR Fox, Uha Nation, Sammy Callahan? Like, where do you think Andrew Everett's, Drew Gulak, fucking, the list goes on. Hell, Shane Strickland, all these guys. Wait, these are all guys that either I helped make, Rich Swann helped train. Okay, not saying I trained them from the ground. وبرضه عشان يراضي كل أطراف تي او دي استمر والعنف استمر، مش زي العنف في فترة زندك خالص، بس عنف بطريقة كبيرة برضو. الواحد بيبقى حاطط ايده على قلبه وهو بيتفرج لو هيتفرج يعني. واهتم بديفيجن الستات يعني. أنا في فترة زندك كلها ما شفتش ماتش نسائي واحد حتى ولا بوستر لماتش. البرو بيكره الستات فشخ لدرجة ان المصارع المفضل عنده وايف بيتر. لا ما اظنش ان ده كان الحوار يعني، بس هو ما كانش في دماغه خالص ديفيجن الستات في وسط العنف اللي كان بيدور في دماغه ده. وشايف ان زندك كان معاه حق في الحتة دي، لان مصارعة الديس ماتش دي اصعب من انك تشوف ستات بتقدمها انك تشوف راجل ضد ست. واخد بالك؟ فلا المصارعة وحشة قوي ما تتشافش يعني. واللي شايفها من اكبر سلبيات دي جي هايد اللي ما عندوش مانع انه يلعب ماتشات ست ضد راجل.
أو حرفيا ست واحدة في وسط تورنمنت رجالة، والله ما يصح يعني. بس غير كده دي جي هايد شايل الاتحاد لحد يومنا ده، بيقدم مصارعة فيه، بيقدم مصارعة ديس ماتش برضو. وأتمنى أكون أنصفتهم في الفيديو ده وعرفتكم أكتر على الاتحاد بدل ما أطلع أنتقد وكده. وطبعا أنا بقيت متقبل الستايل ده أكتر، بس لسه مش متقبل فكرة إن العنف ده لناس عندهم أهل وبيخافوا عليهم وبيتصابوا وبيروحوا البيت ممكن يكونوا ما بيعرفوش يناموا من الألم اللي بيعملوا في العروض دي. وكل العذاب دي الحاجة ترفيهية. المفروض انت ممكن تتقبل فكرة العنف لو في فيديو جيم مثلا، بس فكرة ان في ناس بتخسر حياتها على الشيء ده، لا، صعب ان الواحد يتقبلها. Jesus! He may come down from heaven at this point. There he is!